السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ إخواني في الفيديو، الرجاء منكم الاشتراك في القناة تدعيما لنا. تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمس خبر أدخل الفرحة والسرور على ملايين الجزائريين، وهذا بعد قرار رئيس تبون. في بيان عن وزارة الداخلية، أن الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمضى قرار نص على منح 2000 دفتر حاج بصفة استثنائية للمواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في قرعة الحج لموسم 2027 لزيارة البقاع المقدسة. وهذا الشيء عن طريق إجراء قرعة تم تحديد تاريخها يوم السبت 29 أوت 2026. تأتي هذه الفرصة للأشخاص اللي ما يسعفهمش الحظ في أداء فريضة الحج وتلبية للهفة قلب نحو رحلة السفر. وقد تم تحديد شروط، يعني هناك شروط محددة في هذه الدفاتر، وهي كالتالي: هي خاصة بالمواطنون البالغون 70 سنة فما فوق. والشرط الثاني، يعني كاين شرطين، هو التسجيل ل10 سنوات أو أكثر، يعني كل مرة يسجل مدة 10 سنوات ولم يسعفهم الحظ. هذا موقف إنساني أصيل ومبادرة طيبة نابعة من اهتمام الرئيس بالمواطن والحرص على تحقيق مطالبه. وبالتالي نشوف بلي هذه الفرصة ستكون لكل مسلم حاب يزور بيت الله الحرام وأداء الركن الخامس بالتوفيق للجميع.